يا مساء الفل. الجو حر وولادي محتاجين حاجة مسكرة وفي نفس الوقت تكون ساقعة علشان ترطب عليهم في الحر اللي احنا فيه. بصراحة ملقتش أحلى ولا أسهل من الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة. وصفة بسيطة جدا وسهلة وهتطلع معاكي حلوة جدا، وهنعملها من غير بوتاجاز ولا نحطها على النار ولا أي حاجة. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف الوصفة الحلوة دي هنعملها مع بعض ازاي. معايا 3 وحدات من الجيلي الفراولة، تقدري تعملي النكهة اللي انت عايزاها. تمام. وطبعا برضو تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. هبدأ اللي انا افتحهم كده واطلعهم، وبعدين جبت بولة وهبدأ افتح الاكياس بتاعتي وهنزل فيها. وصفتنا النهاردة وصفة حلوة جدا من اللي بتدخل على القلب كده على طول. تمام. بعد ما فضيتهم كلهم هنبدأ نحط سكر عليهم. هحط 6 معالق من السكر. لما نيجي نعمل هنتكلم على باكو واحد. الباكو هتحطي عليه باكو الجيلي، هتحطي عليه 2 معلقة كبار سكر وعليهم كوبايتين من المية. تمام. فانا هحط دلوقتي 3 كوبايات من المية السخنة. وقعت مني لان كانت الكوباية سخنت جدا لان المية كانت مغلية، فلسعتني بجد بصراحة. حطيتها بقى كده وهشيل وهي بعد ما افرغها. يعني حطيت كده 3 كوبايات من المية السخنة في الاول. هبدأ بقى اللي انا ادوب البودرة بتاعة الجيلي والسكر فيها كويس جدا. يبقى قلنا هنتكلم على الباكو. لو عملتي باكو هتحطي عليه 2 معلقة سكر وكوبايتين مية. تمام. هتعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها وتضعفي المقادير. بعد ما حطينا ال3 كوبايات المية المغلية ودوبنا فيها الجيلي والسكر، هحط عليهم 3 كوبايات مية ساقعة. تمام. يبقى احنا حطينا 3 بكاوي جيلي عليهم 6 معالق سكر و6 معالق مية، نصهم سخنة ونصهم ساقعة. تمام. بعد ما تقلبوا بقى مع بعض كويس ركنتهم على جنب. وعندي موز هبدأ اللي انا اقشره كده. ما تقشريش الموز في البداية وتسيبيه، لان الموز من اللي بيغير لونه وهيسود منك. فالاحسن اللي انت تعمليه في الاخر كده بعد ما تجهزي كل حاجة. في حتة كده مش عاجباني بدأت اللي انا اشيلها. حتى انا ما قشرتش كله مرة واحدة. تمام. قشرت الاتنين دول وهبدأ اللي انا اقطعهم شرايح بالشكل ده واحطهم في البولات واستعملهم. لما احتاج تاني اقشر اول باول علشان ما يتبقاش ويسود مني. فخدوا بالكم من حتة زي دي، اللي هما البنات اللي لسه اول مرة يدخلوا المطبخ. هنعمل لهم النهاردة الجيلي بطريقة سهلة جدا ومش هياخد منك 5 دقايق. بعد ما قطعت بقى كده الموز هبدأ بقى اللي انا اجيب البولات اللي انا هحط فيها. ممكن تحطي بقى في بولات، في كاسات، في كوبايات، المتوفر عندك حطي فيه. وهبدأ بقى اوزع الموز كده. هتحطي الكمية اللي انتي عايزاه. عايزة تحطي اكتر من كده اقل من كده ده بيرجع ليكي. عايزاكم لو لسه ما عملتوش اللايك يلا اعملوا اللايك. هخلص بقى توزيع في كل البولات بتاعتي بنفس الطريقة كده. بعد بقى ما وزعت وخلصت هنجيب بقى الجيلي بتاعنا وهنبدأ اللي احنا نحطه في البولات. بس عملنا الجيلي بالموز بطريقة سهلة جدا ومن غير بوتاجاز بقى ولا الكلام ده كله. مش هياخد معاكي 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط هتكوني عملتيه وخلصتيه. بعد ما تفرغيه بقى وتخلصي الكمية بتاعتك كلها هتدخليه التلاجة لحد ما يجمد. طبعا علشان الكهرباء بتقطع كتير الايام دي هياخد منك وقت شوية. اعملوه قدموه ساقع كده هيبقى حلو جدا في الحر اللي احنا فيه.